بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة الحمد لله الذي جعل هذه الصلوات لمبنى الإسلام ركنا مشيدا وأودع فيها من الأسرار والمناجات ما يجد حلاوته من أراد به رشدا نحمده تعالى ونشكره حمد وشكر من لإقامة قواعد الإسلام هداه نسأله أن يجعلنا ممن انقاد لأقوال مولانا رسول الله واتبع هداه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل من والاه ما أقيمت الصلاة وقامت الأشياء بالله أما بعد فيا عباد الله إن الله تعالى جعل ملاك السعادة وزمامها وعماد الملة المطهرة وقوامها هذه الصلوات الخمس التي هي قواعد الإسلام العظمى التي فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام في عالم السماء فأعظم بها من عبادة يناجي العبد فيها مولاه وناهيك بها من طاعة تكفر ما تخلل بينها وبين أختها من ذنوب العبد وخطاياه فأقيموها في أزمانها المعينة وأوقاتها وسابروا على إحكام أحكامها وإتقان طهارتها قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم ما فيه من آيات وذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يقول الله تعالى في محكم آياته والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار ويقول أيضا عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم يصبح العبد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء الصحابي الجليل أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما وإن أحب أموالي إلي بيرحاء قال
وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها، فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أرجو بره وذخره، فدعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: بخ يا أبا طلحة، ذلك مال رابح، قبلناه منك وردناه إليك، فاجعله في الأقربين. إخوة الإسلام، إن الله تعالى ابتلاكم بهذا المال، فمن استعان به على طاعة الله وأنفقه في سبل الخيرات كان سبيلا موصلا له إلى رضوان الله والفوز بالجنة، ومن استعان بماله على معصية الله وأنفقه في تحصيل شهواته المحرمة واستخل بها عن طاعة الله كان سببا في غضب الله عليه واستحقاقه العذاب العليم. فبالصدقات تستر العورات وتفرج الكربات وتدفع الصدائد، فكم من صدقة دفعنا عن صاحبها أبواب من البلاء لا يعلمها إلا الله، فكم من صدقة رحم الله بها معذبا وفرج بها عن المهموم الحموم والكروب. فإذا عظمت على الإنسان ذنوبه وكثرت منه خطاياه وعيوبه فما عليه إلا أن يكثر من الصدقات رجاء أن يرحمه الله بها. إخواني الكرام، إن الإنفاق في سبيل الله خير تقدمه لأخراك. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو مالك الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، إلى آخر الحديث. فاجتهدوا إخوة الإيمان في إنفاق أموالكم على وجوه الخير والبر، هذا ومن أبواب الخير والبر التي فتحت أمامكم ما يقوم به الشيخ عمر بوسو خليفة الشيخ مبكي بوسو حفظه الله تعالى في ترميم مصلى الموتى في مقبرة جدة. هذه المقبرة التي دفن فيها كثير من الصالحين والصالحات من أتباع الشيخ الخديم رضي الله عنهم جميعا. إخوة الإيمان، سارعوا إلى المساهمة في هذا المشروع عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى الآية. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي المجتبى والرسول المقتفى سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.